كان في مجموعة تعليقات طبعا للمستشار مرتضى عقب انتهاء المباراة خاصة بالمباراة. قال انه لو كان نبوشة موجود كنا اتغلبنا 7 مش 3. وقال النهارده تصريحات الحقيقة معايا في الراديو، قال انه انا سألته الحقيقة، هو تحدث عن الفريق وقال انه الكوره بتاعت الزمالك كانت كوره حلوه امبارح، وهي بالفعل كانت حلوه، وانا قلت ده في تعليقي. الزمالك قدم مباراه كرويه حلوه كاداء جميل، ولكن غابت الخطوره عن مرمى النادي الاهلي. على الجانب الاخر الاهلي لم يؤدي مباراه مبدعه كرويا، ولكن كانت الخطوره على مرمى نادي الزمالك. اما العب كوره حلوه ده مؤشر طيب. لما يبقى عندي لعيبه على ارضيه الملعب بيقدروا يتناقلوا الكوره ويسيطروا على الملعب ويحاولوا صناعه هجمات تنبئ عن احراز اهداف، ده في حد ذاته امر طيب جدا جدا. انا قلت له ده كلام جميل، لكن هل حضرتك كنت شايف ان مناسب ان انت تصرح وتقول بعد انتهاء المباراه وتذكر 4 لاعبين بالاسم انه الزمالك بيعرضهم للبيع؟ فالحقيقه اجابته انا ما كنتش عارفها. قال ان هم ال4 قالوا ان احنا عندنا عروض، يعني ال4 لعيبه اللي هو ذكرهم هم قالوا ان عندنا عروض، وبالتالي ما دام عندهم عروض يبقى بيتكلموا ان هم ما لهمش رغبه في البقاء، واللي ملوش رغبه في البقاء مش هيفيد النادي. اذا هذا التصريح كان مبني على ان هم صرحوا ان عندهم عروض من أندية أخرى. والحقيقة فاجئني في الحوار أنه أحمد الشناوي عايز يروح النادي الأهلي، والحقيقة أنا ما سمعتش المعلومة دي قبل كده. لكن في كل الأحوال خلينا نقول إنها يعني تصريحات ربما عقب نهاية مباراة بنتيجة طبعا مزعجة نسبيا أكيد، ولو أنها مباراة في كرة القدم. وفي نفس الوقت ده حوار، يعني هنا لقطة، يعني هنا طبعا هو بيتكلم على الشناوي وعلى علي جبر وحازم إمام وباسم مرسي، وقال ان هما جابوا عروض احتراف. علي جبر عايز يروح السعودية، وفي نفس الوقت الشناوي زي ما قلت عايز ينتقل الى النادي الاهلي، وقال انه محدش هيلوي دراعي على الاطلاق، وايضا باسم عايز يروح السعودية. الكلام في النهاية الحقيقة أنا باخده على أنه ردة فعل عقب انتهاء المباراة. إذا كان بالفعل هم قالوا أن عندهم عروض فبنربط الكلام ببعضه، إنما في كل الأحوال أنا عارف أنه إيهاب جلال مدير فني شاطر، وأن هو هيحتوي كل هذه الأمور. وهو إيهاب النهاردة عمل تمرين النهاردة بعد مباراة امبارح لكل اللاعبين. هو طبعا هنا عايز يكسر الإحساس بانكسار الأمس، أو هنسميها هزيمة الأمس، فعايز يكسر الحالة دي بسرعة. فبيجيب اللعيبة تاني يوم على طول يدخلهم في أجواء التدريبات، ينسوا بقى اللي حصل امبارح ويتكلم معاهم، وده عايز يفضفض، ده عايز يقول، ده عايز يعيد، ده الكلام ده كله. هذا أمر جيد الحقيقة، وأمر محمود من كابتن إيهاب جلال. واتكلم مع اللاعبين ال4 وقال لهم انه المستشار مرتضى بيعتبركم ابنائه، وانه المسألة كلها كانت ردة فعل عقب انتهاء المباراة. وفي نفس الوقت اتكلم مع اشمبونج بينج بونج، لان انا امبارح جاه عن طريق المواقع كلها انه اشمبونج لما لقى نفسه خارج القائمة صار وجاله والحكايه والروايه، وانا مش هلعب للزمالك والكلام ده. جابوا النهارده كابتن ايهاب جلال قال له انت قلت كذا وكذا وكذا، عشان يقول له ان عقوبتك كذا. فالولد رد على طول وقال له انا ما قلتش ولا كلمه. فكان رد ايهاب جلال انت ما قلتش ولا كلمه، اذا خلاص. وانا بحييه، منتهى الذكاء. يعني النهارده اللاعب كان بيلعب قبل كده 4 مباريات متتاليه لعب تمام، وبالتالي هو عنده الإحساس إن هو في الصورة كويس، وجاب هدفين في ال4 مباريات ممتاز. فجأة لما يلاقي نفسه خارج ال18
لابد ان يبقى عنده رد فعل بشكل او باخر. طبعا احنا لا نشجع ولا ندعو ابدا، بل بالعكس احنا نقول ما ينفعش يبقى في رد فعل لاي لاعب تحت اي بند من البنود. لكن خلاص لو هو حتى قال، وايهاب جلال متاكد ان هو قال، وبمجرد مواجهته قال انا ما قلتش، هذا في حد ذاته اعتذار كامل انه ينكر انه قال، وفي نفس الوقت ذكاء من المدرب انه بيكسب لعيب. ما عملش بقى موضوع، يعني انا دايما اخلي المدير الفني لازم عنده ذكاء كبير، ما يتربس، يعني ما تقفش وتتربس. اذا هو قال في الكواليس، قال لصحفي، قال لي مش عارف ايه، لكن ما وقفش قدام الناس كلها وفي وجود المدرب، او مثلا واقف على مقربه منه وقال وزعق، لا ما ينفعش ساعتها، ولا الكلام ده كله ينفعني. وتقول ما تقولش لما انا سامعك او انا شايفك او انت هللت قدام الدنيا. لكن قالها لصحفي، صحفي كتبها بسرعه، اتنقلت في المواقع الحكايه والروايه، قال ما قلتش، خلاص ما قلتش، انتهينا. ويبقى انا كسبت لعيب بذكاء، ولميت دور، وجنبت النادي ازمه ملهاش لازمه، وكسبت لعيب. برافو، انا احييه على الحقيقه هذا التصرف. ده كان حوار الحقيقه النهارده المستشار مرتضى معايا على الهواء مباشره.